ابن حاتم الطائي. عدي رضوان الله عليه من علامات التشيع المميزة، لأن هذا فرد بيت، هو بيت مجد، بيت كرم، بيت إنسانية، بيت مجد. قطعا معاوية من بعد مصرع الإمام أمير المؤمنين أجبر الناس على الركوع، كل واحد يكون يجي له ويخضع ويعرض ولاءه، ود ورا عدي، يعني كثف الضغوط عليه. قالوا له جماعته اوصل الى شوف شنو الامر. نعم اذهب اليه. اقبل عدي، دخل الى مجلسه. لما دخل وجد ماذا؟ لقى عمرو بن العاص، الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط، عبد الله ابن الزبير، نعم، نماذج مروان بن الحكم، نماذج من هالنوع جلوس. لما دخل التفت له واحد قال له ما صنع الطرفات؟ الطرفات اولاده، طرافه وطريف، ثلاثتهم دول انقتلوا بالمعارك مع الامام علي عليه السلام، استشهدوا بين يدي سيدهم. قال له ما صنع الطرفات؟ قال له قتلوا بين يدي سيدهم امير المؤمنين سلام الله عليه. قال والله ما انصفك علي بن ابي طالب، قتل اولادك وابقى اولاده ما بيهم شيء، واولادك قتلهم. قال والله انا الذي لم انصف، مو هو ما انصفني، لانني بقيت من بعده وقتل، ما كان لازم يصرع علي بن ابي طالب وانا حي، لازم اموت قبله. سكت هذا. التفت له الثاني وهو عبد الله ابن الزبير، قال له متى ذهبت عينك؟ عدي وحده من عيونه راحت بسهم يوم الجمل، جاءه سهم فذهب بعينه. قال له متى ذهبت عينك؟ قال ذهبت عيني يوم قتل ابوك وقد فر منهزما، وضربت على قفاك فهربت، وكنت انا مع الحق وكنت انت مع الباطل. سكت عبد الله. التفت له ثالث قال له وهو مروان لقد بقيت قطرة من دم الخليفة الثالث ليس لها الا عنقك. ما جاوب المروان، ادار وجهه الى معاوية، قال له يا معاوية ان السيوف التي اغمدناها على حشك، ولعلك تسل سيفا تسل به عليك سيوف. ترى سيوفنا قلقة في قرابها، مو مستقرة، مستعدين ننتظيها مرة اخرى. ثم خرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب وليس الى التي يبغي سبيله، يذكرني ابا حسن عليا، وخطبي في ابي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمرو عدي بعد صفين ذليل، فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم اصول، ولكني على ما كان مني اخبر صاحبي بما اقول.